السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى جايبة لكم أكلة خفيفة وبسيطة وسهلة، أكلة كده من قديم الأزل، بس فيها تركاية كده أنا ما عملتهاش مظبوطة، وعرفت إيه العيب اللي فيها بصراحة، بس من غير لا شوف طريقتها ولا جربها. لو كنت أعرف إن هي بتتعمل كذا هقول لكم، وانا عملتها كذا فهقول لكم يعني ازاي وليه وايه اللي غلطت فيه وايه اللي كان ممكن ما اعملوش. ده اهم حاجه، في تريكات هتفيدك في اي خطوه في اي اكله هتعمليها. المقص لابد منه، وانا كده كده كنت محضره الحاجه زي ما شفتوا في بدايه الفيديو، وركنت الخضره وهرجع لها تاني بالمقص. قلت احط البصل اللي فرمته في الكبه الاول، فرمت البصل في الكبه الاول وحطيته. طول ما البصل على النار طول ما انا بحط التوابل بتاعته. اول ما السمنه او الزيت اللي انا احطه بيسخن بحط البصل عشان يتحمر بسرعه وميشربش من الزيت او من السمنه. طبعا انا حاطه شويه زيت صغيرين عشان هعمل لحمه مفرومه، واللحمه المفرومه عندي مش لحمه عاديه. اللحمه المفرومه زي ما وريتها لكم في اول الفيديو، دي كفته شوي، كفته الحاتي جاهزه، تقدري تجيبيها من عند الكبابجي او من الجزار بتاع اللحمه. دي كفته شوي اللي بتتصبع ونشويها عادي جدا. عسكتها، هي اللي بصراحه اللي كانت موجوده عندي، وهي ما بناكلهاش احنا غير كده. جدتي ربنا يديها الصحه يا رب بتعملها لنا كده، ف بنفس الطريقه، بس انا مش عارفه الطريقه بالظبط بصراحه، ما سالتهاش. فانا عارفه ان الطريقه كده وعملتها مره زمان وما عجبتنيش، يعني حسيت ان هي بتلزق، قلت ازود الدقيق بقى المره دي شويه. مش فاكره برضو حطيت كام بيضه المره اللي فاتت، بس الطريقه دي عملتها كانت حلوه وسهله وبسيطه. في تركايه كده يعني انا غلطت فيها، لا بس عادي جدا تقدروا ما تحطوش لحمه المفرومه. كل حاجه هنقول عليها واحده في واحده في الفيديو فيه افاده كتير، زي مثلا البصل ريحته بتبقى مش ظريفه لما بتيجي تحطيه على النار. حطي البصل على النار، حطي فيه توابلك، حطي فيه قرن فلفل رومي او حراق زي ما انت تحبي، احمر اخضر اصفر، المتاح بالنسبه لك حطيه. بيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى جميل جميل في منتهى الجمال. جربوه والله، هيبقى في منتهى الجمال جدا جدا ويعجبكم. طعمه حلو جدا في منتهى الروعه. بصوا بقى التركات دي البسيطه دي بتنقل الاكل في حته تانية. حطي البصلايه وانزلي عليها بالتوابل وبالقرفه بتاعتك ببهاراتك بكل حاجه عايزه تحطيها عليه، ملح وفلفل وكله حطيها في البصل. بس طبعا انا حطيت ماجي بس، ما رضيتش احط ملح وكده عشان ما تطلعش حادقه. هنا قطعت الطماطم وانا بقطعها، قلت اقطع الخضره الاول. قطعت الخضره بايه؟ قطعت الخضره بالمقص، تقطيع سهل جدا. طبعا الطماطم بالسكينه والبصلايه برضو بالسكينه. حابين بقى تحطوا بصل فيها حطوه زي طبق السلطه، بس انا ما حبيتش طعم البصل فيها ني، واستكفيت بالبصل اللي كان في الكفته او في اللحمه المفرومه. تقدروا تحطوا لحمه مفرومه او تحطوا كده. انا بصراحه حطيت البيض عشوائي، وعارفه سمكها بيبقى شبه الكيكه شويه مثلا يعني، بس مش فاكره قوي. فبصراحه عملتها زي ما انا فاكراها زي ما عملتها، بس رجعت بعد كده حطيت تركه من عندي ويا ريتني ما حطيتها. هي ما بوظتهاش، بس الاحسن ان انا ما كنتش حطيتها، كنت زودت بيض بس. بصوا بقى هنا انا قطعت برضو الفلفل بايه؟ بالمقص. ايوه كده، قطعي الفلفل بالمقص يبقى معاكي اصغر واسهل واحلى. حابين بقى تصغروه بسكينه مشرشره وقطعه على بلانشا، او بسكينه تكون حاميه جدا وما تكونش مشرشره زي ما انتوا تحبوا. انا حطيت بابريكا، حطيت فلفل اسود، واحط معلقه صلصه، واحط ده بيكنج باودر، حطيت معلقه صغيره، وحطيت كربوناتو، وحطيت حبه دقيق، ده كربوناتو، وحطيت حبه دقيق وقلبت. وهنا وانا بقلب حسيت ان في حاجه غلط، زودت شويه ميه. المفروض هنا ما زودش ميه. شفتوا بقى التريكات اللي انا غلطت فيها هنقول عليها. المفروض ان انا ما زودش ميه، المفروض ان انا كنت حطيت 10 بيضات على طول وش كده. اول حاجه انا غلطت وزودت ميه، ما كانش المفروض ان انا ازود ميه. فانا بقول طب ازود لبن، اللبن كان جنبي على فكره كنت لسه غالياه. طب ازود لبن، لا مش هيتحط لها لبن. طب ازود ايه؟
طب اعمل ايه، طب اسوي ايه، لحد ايه ما قررت ان انا احط اللحمه المفرومه، واستكفيت بالميه. قلت خلاص اللحمه المفرومه هتقلها وتربط سمكها. فعلا حصل، بس حسيت ان هي عايزه بيضايه كمان، ورحت بصراحه زودت شويه دقيق وقلبتها، ما زودتش بقى ميه. البضايه اديتها سمك خفيف خالص. فانا حطيت شويه زيت في الصينيه، صينيه نظيفه ألمونيا، براحتك الصينيه اللي انت تحبيها، بس انا طبعا بحب اعمل في الألمونيا. الخبز في الألمونيا بيفرق جدا، بيبقى طعمه جميل بزوة السوا. وكملت بقيت الخليط مرة واحدة في الصينية. هي طلعت شبه الكيكة شوية، وعالية وجميلة وزي الفل، ولا اتفتحت ولا اتقطعت ولا اتشقت ولا اي حاجة. شفتوا زي الفل ولا لأ؟ وعالية وجميلة ازاي؟ بس انا حسيت ان الوش طري، عايزة تقعد في الشواية كده شوية. دخلتها بقى على الشواية. قلت لما اوريكم شوية الحاجات اللي انا جبتها، ما هو ما ينفعش كده يعني، ما بتتفرجوش على الحاجات اللي انا جبتها. جبت ايه بقى؟ جبت بتنجان رومي، وجبت طماطم. الطماطم دي اللي انا قطعتها معاكم في اول الفيديو ب10 جنيه، وكمان البتنجان متذكرة يعني سعره. وجبت كمان مانجا، وجبت بصل كيلو وربع ب15، بصل الابيض والبصل الاحمر الكيلو وربع ب10. وجبت مانجا، المانجا كانت جميلة وتحفة. مانجا دي ب40 جنيه، والله مش متذكرة نوعها، ان انا جايباها يعني من يومين. والفراخ كمان حطيتها في التلاجة لما جبتها، يعني اول امبارح تقريبا. وجبنا كمان، عملنا كمان العجة، كانت تحفة. ايوه العجة كانت تحفة، جربوها باللحمة كان المفرومة. ب10 جنيه. هي حلوة كان وجميلة، ب10 جنيه. اقتصادية ومش اقتصادية. جبت كيلو فيها وطلع حلو، بروتين بيض ولحمة جميل زي زي الفل، وحطيته الفل. في التلاجة بيض طبعا. والنشويات جبت احنا بقى بنحب ايه ناكلها في البصل. العيش، وممكن تاكلوها من غير عيش. والله الولاد بياكلوها من غير اي حاجة جواها. بعتذر لو في لمس في تسجيل الفيديو، عشان انا مش عارفة في حاجات كده بتحصل غريبة في التسجيل. وتقريبا البصل كان ب10 جنيه، يعني على ما اتذكر يعني، ولو افتكرت اسجله لكم اقول لكم. وهنا كمان قطعت بصل وفلفل. وبصوا بقى التركية اللي انا هعملها. طبعا انا فكيت اللحمة من التلاجة، وفاكرين الكوسة اللي كانت عاملاها مراكب، ده القلب بتاعها. ايوه ده القلب بتاعها. حطيته على الرف، ما لقيتوش في اي حاجه. لقيت كام واحده كده عرقت ودبلت. شلتها، غسلته وشلتهم طبعا، ورميتهم ونقيتهم كويس جدا. ما لقيتش في اي حاجه تاني. قطعت طماطمايه، كنا مقطعين طماطم جنب الفطار الصبح وزي الفل كده. وكمان فرمتهم ما بقوش باينين. بصوا فرمتهم ما بقوش ايه باينين. حطيت ملح وبابريكا وسنه بهارات، واحط رشه ملح صغيره، مش هحط اكتر من كده. المفروض ان انا احط ملح، مش هنسى ان شاء الله. هنا لو اي حاجه قابلتني بالمقص على طول، عشان انا ايه فرمه قوي، بس خفت الكوسه تنزل ميه، واللي خفت منه حصل. هنا بقى اللهم صل على النبي، قلبت كده كويس التوابل كلها مع بعضها، عشان اتاكد ان هي امتزجت مع بعض. ايوه الملح مش انا اقول لكم حطيته. واللهم صل على النبي، حطيت كمان الكفته. حطيت الكفته. التركية اللي انا حطيتها دي الكفته، معلش جات لي رساله فكنت بشوفها. حطيت الكفته اللي قلت لكم عليها، عشان طبعا جمدتها مش هقدر ان انا يعني اطلعها تفك تاني. اجمد وافك واجمد وافك مش هينفع. كل ما اطلعها تبتدي تلين، اخد اللي انا عايزاه وادخلها تاني بسرعه. فانا قلت كده كده دي لحمه، وانا مش هستخدم الخلطه دي غير في حواوشي. فطلعتها. بصوا حطوا اي حاجه انتوا عايزينها، والولاد هياكلوا وهيعجبهم جدا. بس من غير ما نقول لهم الاكل ده بيبقى فيه ايه، بس هم يدوقوا الاول وهيعجبكم. اصل جت ندى جنبي وانا بسجل، مرضتش اقول لها بقى على التركايه. هي لما تشوف الفيديو هتعرفها. بس التركايه بسيطه وسهله وجميله. وانا جبت الكيس وعبيتها كده وانا لابسه الجوانتي. طبعا البصل بيعمل ريحه وحشه قوي في الايد، ومش هنفضل كل شويه نغسل ايدينا. عندك جوانتي تمام، ما عندكيش اشتغلي بكيس بايدك زي ما انت تحبي. انا مش من هواة الجوانتات اصلا، بس ايه يعني تقضي الغرض. معرفش مين اللي عمال يصفر وانا بسجل، الله يسامحه بقى، معلش بعتذر لكم. وهنا بقى حطيت الخليط بتاع الحواوشي معايا كده وزي الفل. وشلت كمان الخلطة دي ان انا هستخدمها مرة تانية، اكمل عليها يعني، واجيب لحمة مفرومة.
وشلت اللحمه المفرومه معايا في كيس. مفيش حاجه اهدرها ولا تخسر معايا، بتبقى زي الفل في منتهى الجمال. ربنا يسامحك يا اللي بتصفى. وهنا بقى كمان شلت اللحمه المفرومه، اشيلها في الفريزر تبقى معايا محفوظه في التلاجة. جبنا بقى ايه، وهنا كمان البلح ده كان ب20 جنيه. البلح ده تحفه. جبته وغسلته وظبطته طبعا وشلته في التلاجة. انا ما اقدرش اسيبه كده. نقيت المستوي في جنب والناشف في جنب عشان يبقى طعمه حلو. بصوا قلبه جميل ازاي. البلح ب20 جنيه، ابو 50 ب20 جنيه، ب35 ب50، مش هيفرق. المهم ان هو بلح جميل وزي الفل وطعمه مسكر، مش ممرر كده وطعمه بيعمل حاجات كده في البق زي البلح الاحمر. لا 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 خالص. البلح الاحمر حلو بقى جميل. هنجيبه بقى ونجربه ان شاء الله يبقى تحفه. البلح فوائده كتير جدا، تقدروا تاكلوا منه. انا باكل منه بنسى نفس البلح الاصفر ده، اسمه بلح برحي. وهنا جبت العنب الاحمر اللي هو الحبايه الطويله ده، بس شايفين شكله. انا بقى ما غسلتوش، قلت اوريه لكم قبل ما اغسله. وده كده شكله بعد ما غسلته وبقى جميل معايا وزي الفل.